هاد اللوبيا اللي تخليهم يتخاطفوا ويعاودوا ويطلبوها. ما كاش اللي ياكل طبسي واحد، صدقوني لوبيا خاثرة بنينة حارة اللي كامل الدار راح تعجبه. هيا ديروا اللايكات وتبعوني. نقولوا بسم الله. عندي هنايا اللوبيا، انا استعملت هذه اللوبيا جريني اليابسه. تجيب بزاف بنينه 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 هاد اللوبيا. المهم نغسلها ونشمخها ليله كامله، لازم ليله كامله باش لي غاز تاعها كامل يخرجوا وتتنفخ ثاني مليح. حنا غدوه من داك بعد ما تنفخت لي نجي نطيبها كيما على بالكم كامل اللوبيا نفس الطريقه. شوفوا هي اللوبيا الجريني تحب البصل، ماشي ما تحبوش تحبوا، بصح انا مش حندير لها بزاف يعني. غير كانت عندي نص حبه تاع بصل صغيره درتها، وسنينه ثوم انا نحب نكثر. وانتم كيما تحبوا. المهم درت زيت زيتون، قليت البصل والثوم مليح ونزيد عليهم هنا درت زوج حبات تاع طماطم كيما شفتم رابيه. والتوابل هنا فلفل احمر، قزبر، راس الحانوت، سكنجبير، آه، كمون. هادو هما ما نديرش الملح. فلفل كحل، ما نديرش الملح حتى كي يطيب لي. وانا نجيب ملعقه تاع طماطم مصبره، ملعقه ونص يعني تكون كبيره. نقليها مليح وكي تقلى لي هذيك الطماطم كامل نجي ندير فيها اللوبيا تاعي. شوفوا نقليها غير شويه. شوفوا انا يا راكم تشوفوا في كاسرونه لهيها كانت عندي مرقه تاع الدجاج رايحه نمرق بها. مي مالف ندير غير بالماء، زعما الا ما عندكمش ديروا غير في بلاصتها غير الماء، انا راح نكمل بالماء اصلا. قلت لكم كانت عندي طيبت بها الدجاج، هيا قلت نستعمل ديك المرقه ما نطيشهاش. درت لها كملت لها الماء يعني القيس اللي راكم شايفين انه اللوبيا تاعكم طيب فيه. نقفل عليها ونخليها. هنا بعد ما شتها طابت لي نجي ندير فيها الملح ونجي ندير فيها ثاني شوفوا هي ديجا هنا طابت شويه. ندير فيها الملح وندير فيها ملعقه خل ونزيد نعاود نقفل عليها حتى طيب لي. هذه هي هذا ما كان. وانا قدمتها مع هذا الخبز. شوفوا كيفاش جاي. ما شاء الله راني حطيت الوصفه تاعو في التيك توك، من في اليوتيوب. شوفوا لي اللوبيا كيفاش جاي خاثره بنينه بنينه ما شاء الله. واكيد اللوبيا لازم زيت الزيتون، انا كون ما يكونش فيها زيت الزيتون ما تعجبنيش وما نقدرش ناكلها. نحبها بزيت الزيتون بزاف سيرتو كي تكون الزيت شابه. المهم هذه يا بنات الوصفه تاعنا تاع اليوم، تلاقى في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.